جميع الجماهير السعودية تنتظر افتتاحية الموسم وأولى البطولات بين الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي وتحديدا في مدينة أبها. راح نتكلم عن الأمور الفنية وطريقة اللعب والتشكيلة المناسبة لكلا الفريقين، فخلونا الآن نركز مع بعض ونضغط لايك ونشترك في القناة وننطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة اليوم مبنية أكثر شيء على التخمينات، لأنه صعب الواحد يجزم بالتشكيلة الصحيحة بسبب كثرة الغيابات في كلا الفريقين. وخلونا في البداية نتكلم عن غيابات الهلال. طبعا الهلال غايب منه كولوبالي والبليهي بسبب الإيقاف بالكرت الأحمر في آخر مباراة أمام النصر، ونيمار ومالكم طبعا بسبب الإصابة. وفي الأهلي طبعا ماكسيمان خرج إعارة ولم يتعاقد الأهلي مع بديل له، وهذا خطأ كارثي من إدارة الأهلي، بالإضافة إلى غياب محمد المجحد بسبب الإصابة، وربما أيضا غياب فراس البركان بسبب عدم الجاهزية. أما العمار وفيغا نسبة مشاركتهم واردة بشكل كبير. وجه الشبه بين الهلال والأهلي هالموسم تحديدا إنهم إلى الآن بلا أي صفقات جديدة سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، لكن الأكيد أن الأهلي هو الأكثر احتياج للصفقات الجديدة بسبب النقص الواضح للكل. يعني الكل أعتقد شايف أنه الأهلي عنده مشكلة في كثير من المراكز، تحديدا محور 6 وجناح أيسر وأيضا قلب هجوم. وفوق هذا كله خرج ماكسيمان مثل ما قلنا سابقا، واللي مفروض تتعلم من إدارة الهلال في المحافظة على اللعيبة أو في اتخاذ القرارات. أتمنى لا يجيني شخص يقول لي لأنك هلالي أو أنت متعصب أو أنت تشبح للهلال. الكل يعلم أن إدارة الهلال من أفضل الإدارات على مستوى الدوري السعودي، ودائما قراراتها بنسبة 90% صحيحة. طبيعي أي إنسان يعمل تجد عنده بعض الأخطاء، لكن الأخطاء الفادحة هذه هي الكارثة. يعني نحن سمعنا أن إدارة الهلال تريد التعاقد مع بديل لميشيل في الفترة القادمة، ولكن إلى الآن ميشيل متواجد، على الأقل يشارك في السوبر. بعد كذا إذا جابوا لاعب في نفس المركز ممكن ميشيل يمشي، لكن إدارة الأهلي استعجلت ومشت ماكسيمان وما جابت البديل. صراحة ألف علامة استفهام. عموما الحين خلونا نتكلم عن التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين. راح أبدأ مع المدرب البرتغالي جيسوس. أتوقع جيسوس راح يبدأ نفس التشكيلة أو نفس الأسلوب أو نفس الطريقة اللي كان يبدأ فيها الموسم الماضي، اللي هو 4-3-3. في حراسة المرمى طبيعي راح يكون بونو. قلوب الدفاع اللي هو بسبب النقص اللي يعاني منه الهلال، عدم تواجد كولوبالي والبليهي، تومبكتي أكيد راح يبدأ فيه. الآخر أنا أشوف من وجهة نظري ربما يكون خليفة الدوسري، وتومبكتي راح يلعب في جهة اليسار. دائما الأكثر قوة والأكثر خبرة والأكثر هدوء والأكثر فاعلية هو اللي حيلعب في الجهة اليسرى إذا كانوا الاثنين يلعبوا بالقدم اليمنى. وتقريبا خليفة الدوسري زي ما قلنا راح يكون جنب تومبكتي. كظهير أيمن طبيعي الأكيد إنه هو سعود عبد الحميد اللي راح يبدأ. في الجهة اليسرى راح نشاهد طبيعي لودي، لأنه لودي الموسم الماضي جاء بشكل متأخر والأمور هذه كلها، فأعتقد راح يزج فيه بشكل أساسي وهيعتمد فيه من البداية بشكل أساسي. في خط المحور طبعا روبن نيفيز، أمامه طبيعي حيكون الأكيد هو سافيتش، وبجانبه ربما يبدأ بكنو، ربما يبدأ بناصر الدوسري، لكن أنا أتوقع راح يبدأ بكنو. الجناح الأيمن اللي هو ميشيل، الجناح الأيسر سالم الدوسري، في خط المقدمة متروفيتش. هذه الطريقة المتوقعة من المدرب البرتغالي جيسوس. في الجهة المقابلة راح نتكلم على تشكيلة النادي الأهلي مع المدرب الألماني ماتياس ياسلي. أنا أتوقع ماتياس ياسلي راح يبدأ برضو نفس نظام الموسم الماضي اللي هو 4-2-3-1. في حراسة المرمى مندي. قلوب الدفاع راح يكون إيبانيز بجانبه ديميرال، أو العكس حيكون إيبانيز على اليسار ديميرال على اليمين. ما أعرف ممكن كيف يبدأ فيهم المدرب ياسلي، لكن المتوقع إنه إيبانيز يسار وديميرال يمين. كظهير أيمن أنا أشوف راح يبدأ في مجرشي. أعرف إنه كثير من الجماهير الأهلاوية راح تنتقد ليش يبدأ بمجرشي. أنا أشوف إنه مجرشي هو الأفضل، أفضل من بسام الحريجي. بسام الحريجي ولد لعيب عنده كورة، يعني يعرف يمرر، يعرف يستلم، يعرف يتمركز، لكن مسألة السرعات ومسألة افتكاك الكور والأمور هذه كلها أقل من مجرشي بكثير. مجرشي مثل ما يقولوا يلعب بلا عقل، مع كامل احترامي وتقديري للاعب مجرشي، لكن مجرشي يملك السرعة، يملك المهارة، افتكاكه جدا مميز،
مع الهلال أنت تحتاج لاعب بهذه الإمكانيات، خاصة أنه في جهته سالم الدوسري، خاصة ربما لودي، خاصة أمور جدا كثيرة. لكن مشكلة مجرشي عندما يستلم الكرة بعد الوسط ما يعرف يتصرف. عموما فأنا أتوقع راح يبدأ في مجرشي. في الجهة اليسرى العمار حسب المتداول أنه غير جاهز بنسبة 100%، وأعتقد حتى لو بدأ مستحيل يكمل أكثر من 50 دقيقة. بل عبيد سيء جدا خاصة في المسائل الهجومية، ربما هو مميز في التغطية الدفاعية نوعا ما، لكن اللاعب يعني حتى في الكور الهوائية يعتبر صفر. فلو الهلال تقدم عنده متروفيتش وكان وسافيتش فحيكون 3-2. فأنا ما أشوف الأفضل إنه يلعب ببلعبيد في حال غياب العمار. أتمنى في لاعب انتقدته الموسم الماضي بما فيه الكفاية اللي هو الأسمري، وأنا أشوف إنه الأسمري في خط الوسط لم يقدم أي شيء للنادي الأهلي، حتى في ظل غيابات العام الماضي بسبب الإصابة للمجحد والجهني والأمور هذه كلها. الأسمري جاته أكثر من فرصة، لم يقدم شيء في هذا المركز. ونحن نعرف إنه الأهلي يعاني في مركز الظهير الأيسر، قلتها سابقا وأكررها الآن. أتمنى الأسمري يجرب يلعب في خانة الظهير الأيسر. نحن شفنا سابقا لو أنتم فاكرين سلمان الفرج كان يلعب في خانة الظهير الأيسر، أيضا ناصر الدوسري كان يلعب في خانة الظهير الأيسر. الأسمري صعب عليه الوسط، صعب. إمكانيات الأسمري لا تستطيع أن تبدع في وسط الملعب. وسط الملعب بكل أمانة من أصعب الأمور اللي يبدع فيها اللاعب. ليه؟ لأنه أنت لازم تلتفت يسار وتلتفت يمين وأمام وخلف، والأسمري ما عنده هذه الإمكانيات. أنت لو وجهته في جهة واحدة اللي هو الظهير الأيسر قد يطلع منه شيء، هو كورته حلوة، رجله ما بها شيء، كظهير أيسر ممكن يطلع منه شيء. أتمنى الرسالة هذه توصل للمدرب ماتياس ياسلي، توصل لأي إداري في النادي الأهلي، أو حتى على الأقل توصل للاعب. راح ينفع الأهلي نوعا ما كظهير أيسر من وجهة نظري أفضل بكثير من بلعبيد. عموما نكمل خط الوسط. الأهلي عنده طبيعي كيسيه راح يعني يلعب في المركز اليسار، وراح يبدأ هو كمحور 6 وحيوزع نفس نظام توني كروز، نفس نظام السنة اللي فاتت اللي كان يسويه كيسيه. بجانبه طبيعي راح يكون الجهني. أمامهم هو فيغا، لأنه فيغا نسبة جاهزيته جدا كبيرة. جناح أيسر اللي هو النابت، جناح أيمن رياض محرز. في خط المقدمة اللي هو فيرمينو بسبب غياب فراس البركان. ما أعرف إذا فراس البركان جاهز يلعب آخر 20 دقيقة ولا لا. الجهاز الطبي حسب ما سمعنا شغالين على قدم وساق لتجهيز اللعيبة المصابين. هذه التشكيلة المتوقعة من وجهة نظري المتواضعة. قد يصير في بعض التغييرات، مثلا زي ما قلنا سابقا ربما ما يلعب كنو، ربما يلعب ناصر الدوسري. في الأهلي أنا أتوقع هذه التشكيلة المناسبة جدا. ربما هنا في مركز الظهير الأيسر المدرب يخترع شيء، وأتمنى زي ما قلنا يخترع ويحط الأسمري. طيب الحين خلونا نتكلم عن الأسلوب اللي راح يعتمد عليه جيسوس. أنا من وجهة نظري جيسوس لن يغير أسلوبه، وأتوقع راح يعتمد على نفس أسلوبه اللي اعتمد عليه الموسم الماضي اللي هو الضغط العالي، وراح يعتمد دائما في توزيع الكور على نيفيز والضغط العالي من جميع اللعيبة، بتواجد سعود عبد الحميد، بتواجد لودي اللي يطلعوا. فتجد الهلال راح يصير بهذه الطريقة في كثير من المرات. حيصير اللاعب الأخير برونو نيفيز إذا تعرض للضغط يرجع للخلف وهو اللي يوزع. حتجد سعود عبد الحميد يخترق إما أندرلاب وإما أوفرلاب مع اللاعب ميشيل. سالم الدوسري إذا وجد المساندة الحقيقية من لودي راح يشكل جبهة جدا قوية في هذه الخانة. وسالم الدوسري لاعب جدا مميز وإمكانياته جدا عالية، وإذا حضر سالم الدوسري صدقوني راح يشكل ضربة قوية للهلال. عاد متروفيتش مميز في تواجده في الصندوق، يعرف فين يتمركز، دائما مميز في استلام الكور الهوائية، يعرف كيف يضع اللعيبة في جهة. ربما تجد كثير من المرات حيكون دفاع الأهلي بهذه الطريقة، سعود عبد الحميد يعرض، حتجد دائما متروفيتش اللاعب الأخير هنا، ولابد مجرشي يركز في هذا الشيء بحيث انه ما يترك متروفيتش لوحده يستلم، لانه متروفيتش لما يجي كذا هو يشوف الخط الدفاعي كامل وهو يستلم الكرة بكل أريحية، ودائما تجده يسجل. وشفنا سوى هذه الحركة مع الأهلي سابقا، فهل يكررها المرة هذه أو لا؟ طيب أسلوب لعب ياسلي أنا أتوقع راح يلعب بنفس الأسلوب اللي لعب فيه الموسم الماضي تحديدا أمام الهلال. راح يعتمد على التكتل في المناطق الخلفية وتدوير الكور في المناطق الخلفية مع مندي
وإيبانيز وديميرال ضروري جدا يلعبوا الكور في المناطق الخلفية بحيث أنهم يسحبوا لعيبة الهلال، لأنه لعيبة الهلال راح يعتمدوا على الضغط، ومن ثم يرسلوا كور طويلة إما عن طريق إيبانيز وإما عن طريق اللي هو مندي وإما عن طريق كيسيه لما يجي يستلم ويحول الكور. أوكي، خاصة أنه الهلال لما يلعب دفاع متقدم راح يكسر هذه الخطوط بتواجد لعيبه سريعين. لكن مشكله الاهلي انه لا يملك هذا اللاعب المهاري والسريع، خاصه انه ماكسيمان هو اللي كان يؤدي هذا الدور وزي ما قلنا خرج اعاره. هل النابت قادر انه يؤدي هذا الدور؟ انا اتوقع من وجهه نظري لا. طيب هل رياض محرز قادر انه يؤدي لهذا الدور؟ من وجهه نظري برضو لا، لانه رياض محرز مميز لما يستلم الكوره، لما تكون الكوره في رجله، لكن تحتاج انه يجري ويقطع مسافات ويجري اللعيبه لا. واعتقد رياض محرز يعاني من مسألة اللياقة البدنية والوزن الزايد، ونحن شفناه في المباريات الودية، واضح انه وزنه زايد، واضح انه لياقته البدنية ما زالت سيئة بل أسوأ من الموسم الماضي، ويحتاج له وقت عشان يتدرج في الأمور هذه كلها. فلذلك ربما رياض محرز راح يكون مميز في الدخول في الوسط أو في تواجده في هذه المنطقة، بحيث أنه قدر المستطاع لا يجعل لودي يساند سالم الدوسري في كل هجمة، أو ما يفتح لودي الملعب بشكل جدا كبير. أيضا راح يعتمد المدرب على ضغط فيرمينو، خاصة اللاعب روبن نيفيز. لابد فيرمينو يكون رقابة لصيقة على روبن نيفيز بحيث أنه ما يرتاح ويبني هجمات. فيجا إذا كان في يومه أتوقع كفة الأهلي راح تتحسن شوية في الوسط، لأنه واضح وسط الهلال متفوق على وسط الأهلي. الجهني الولد جدا مميز في الاستلام والتسليم، في تفاهم وفي كيمياء جدا مميزة بينه وبين كيسيه، لكن في أمور الافتكاك والقوة البدنية والالتحامات لن يتفوق على سافيتش، لن يتفوق على كنو، لن يتفوق على روبن نيفيز. يحتاج له شغل في الأمور هذه كلها. لذلك أنا أقول ياسلي عنده مراكز ضعف جدا كثيرة، لكن ما ننسى انه ياسلي الان يعني تعاقد مع 2 مساعدين او اكثر راح يفيدوه على الاقل في الشوط الثاني في القراءات، في التغييرات. نحن كنا نشوف انه ياسلي دائما يعاني في مسألة قراءة الشوط الثاني بحجة انه لا يوجد لديه مساعدين، بحجة لا يوجد لديه لعيبة في الدكة. حلوا له مسألة المساعدين، باقي لهم يحلوا له مسألة اللعيبة المتواجدين في الدكة. ربما يعني لسه باقي فترة على الدوري أو على إغلاق الفترة الصيفية، إذا حلوا له هذه المشكلة ربما يتحسن ياسلي مع الأهلي. طيب إيش هي نقاط ضعف كل فريق؟ أنا أشوف من وجهة نظري أكبر نقطة ضعف في الهلال اللي هو الخط الخلفي بغياب اللي هو كولوبالي والبليهي. فالهلال راح يعاني في هذه المسألة، خاصة إن تومبكتي ومهما كان اللي بجانبه لن يؤدي الأدوار اللي بيؤديها كولوبالي في القيادة وفي الخبرة وفي الأمور هذه كلها. في الجانب الآخر الأهلي يعني عنده نقاط ضعف جدا كثيرة، خاصة إنه فيرمينو في التسجيل سيء، فراس البركان غايب، ماكسيمان مو متواجد، ما عنده بدلة، يعني الدكة عنده جدا سيئة. فالأهلي راح يعاني بشكل أكبر، ونقاط ضعفه واضحة بشكل أكثر. في الختام اكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم مين راح يفوز وكم تتوقعوا النتيجة، وفالنا جميعا كلاسيكو ممتع وحماسي. كنت معاكم وسام العز، في أمان الله.